من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السمو والسؤدد، ألا تنشدون كل صباح؟ إخوتي هيا للعلا سعيا، ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت السباع خايف كي تخلع؟ هيا بنا. من المغرب وبالتحديد من مدينة الرباط. احنا قدام محطة قطار الرباط إقدال. النهاردة احنا هنجرب أسرع قطار في أفريقيا، البراق، من الرباط إلى طنجة. خدنا تذاكر ديت، تذكرة ب 190 درجة تانية. كان نفسنا في درجة أولى بس يعني كمية قررت توفر. سوري. ريكنا التاني في الرحلة مع حميحو. على طول أول حاجة تشد انتباهك أول ما تخش محطة الرباط إقدال إن أنت تحس بفخامة المكان. مكان أقرب من إنه مطار عن إنه محطة قطر، كل حاجة مظبوطة. وصل القطر، احنا عربيتنا قدام. القطر ده عبارة عن دورين، دور سفلي ودور علوي. الشبابيك اللي فوق ديت هي الدور العلوي. زي ما انتم شايفين احنا موجودين في الدور الثاني، وفي يوفط دايما كده بتقول لك المقعد بتاعك موجود فين بالظبط. وهنا دي شكل العربيات بتاعت الدرجة الثانية. وصلنا دلوقتي العربية بتاعتنا رقم 6، كرسي والرقم بتاعك توصل تقعد في مكانك على طول. والرحلة ابتدت. المسافة من مراكش لغاية الرباط بتاخد 3 ساعات في القطار العادي اللي موجود هنا في المغرب. ونفس المسافة ديت هي نفس المسافة ما بين الرباط لطنجة، بس المسافة ديت بناخدها بالقطر ده في ساعة واحدة بس. هنا تكمن بقى سرعة التي جي في أو البراق. السرعة دلوقتي بدأت تزيد 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 لغاية لما وصلت غالبا وتقريبا 300 200، بس أعتقد توصل ل 300 وشوية كمان. 303 kilometers per hour. 307. الكراسي بالنسبة للدرجة الثانية مريحة جدا. المساحة بس هي اللي أقل من الدرجة الأولى، بس كواحد مسافر لمدة ساعة واحدة بس أعتقد إن أنا هروح دايما مع الدرجة الثانية، لأنها مش محتاج إن أنا أعلي أكتر من كده. موجود عندك هنا أنوار، وهنا فيشة عادية زي بتاعة اللابتوب 230 و 150 واط عشان لو حابب تشتغل تقعد هنا تعمل الشغل بتاعك. وكمان إن هنا في سلة مهملات. بصراحة القطر نظيف جدا، يعني بيلمع. المنظر بقى من هنا جميل الصراحة، وانا قاعد مرتاح على فكرة. يعني الدرجة التانية مرتاح ومبسوط. How do you feel about it today? Do I feel about taking this train? Yeah. I feel like in France. It's the exact same train except the seats are green. دي كده بقى كراسي الدرجة الأولى. الدنيا هنا هادية جدا، أهدى بكتير من الدرجة التانية. درجة الكومفورت أعلى بكتير كمان، لأن عدد الكراسي 3 بس مش 4، فيبقى عندك 2 واخدين مساحتهم وكرسي لوحده جنب الشباك على طول. وطبعا مستوى أعلى كمان في الفخامة ومساحة أكبر ما بين الكراسي. بس غالبا كل الإمكانيات اللي موجودة في الدرجة التانية هي اللي موجودة في الدرجة الأولى، مع فرق بس الكومفورت، يعني الراحة. الواحد مش قادر يتخيل السرعة. يعني الواحد بيبقى راكب عربية ماشي على سرعة 140 حاسس ان العالم يجري تحت قدميه. الفكرة ان مع السرعة دي كلها تحس ان احنا في ثبات. حاجة المفروض كل مغربي يكون فخور بيها. وصلنا الى طنجة. تجربة بصراحة رائعة. السرعة ديت في بعض الاحيان حسيت ان انا طاير بس البراق استحقت التجربة. مبسوط جدا ان احنا قررنا ان احنا نطلع من الرباط الى طنجة عن طريق القطر ده. فخور جدا ان حاجه زي ديت موجوده في واحده من الدول العربيه والافريقيه كمان. اسرع قطار في افريقيا. براق 1 من 10. براك الدرجة التانية 10 من 10. الدرجه الاولى ما شفتهاش. The train? Yeah. I put 9. 9 also because the bathroom was too short for me. Like my head was like here. And for me, the windows weren't clean enough, so I couldn't really vlog, you know. But otherwise, it would have been But 10. it was fast. But it was fast. Speed sticks 10. وبالنسبه لتقييمي انا للبراق هسيبه ليكم، لانكم شفتوا كل حاجه بعناية. اشوفكم على الطريق من جديد في فيديو جديد من المغرب.
سلام. مرحبا بكم في المغرب. الله يخليك. الله يحفظكم. مرحبا بك في تطوان. انتم معنا في البراق في السكه الحبيبي. اي من مائك، من جبالك، من هوائك، من أريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن أرضك يا مغرب. تشربنا السمو والسؤدد. ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت السباع خايف كي تخلع؟ هيا بنا